هي عيني التانية الشمال فيها شوية نور، يا دوبك بشوف الحاجة ضباب كده، بس لما عيني باظت مش عاد شايف امشي. ومرجوعنا لربنا وكل حاجة راجعة لربنا، واحنا بنقول الحمد لله اللي هي جت على قد كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله ازيك يا وبركاته. حجيجي؟ الله يخليك. عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله والله. كم اسمك ايه الاول؟ اسمي عوض محمد السيد النبي. عوض؟ ازيك يا حاج عوض؟ الله يخليك. عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. انت هنا في السيدة بقالك قد ايه؟ انا بقالي هنا حوالي سنة 5 سنين اهو. انا بعمل برنامج على النت اسمه تبسم. تبسم صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. تبسم. اه فين الابتسامة يا عم؟ السامع اهي. ايوه اهي، اهم حاجة الابتسامة. عندك كام سنة يا حاج عوض؟ انا عندي 44 سنة. 44 سنة؟ ربنا يديك الصحة يا رب وطولة العمر في طاعته. قول لي انت يعني ملاحظ ان انت نظرك فيه مشكلة صح؟ انا كان عندي مشكلة في نظري بقالها دلوقتي حوالي 3 سنين اهون. كان عليها مية بيضاء على عينيا الاثنين. رحت عملت العملية، قالوا بعد 6 شهور عمل العملية تتقل شوية هنعمل لك العملية مية البيضاء. عملوا المية البيضاء. ما فيش سنة واحدة حصل فيها انفصال شبكية، ودخلت عملت انفصال حصل فيه دلوقتي مية زرقاء على عيني ومش شايف منها خالص دلوقتي. يعني انت دلوقتي في اصلا مشكلة في العين، يعني محتاج المفروض عملية في عينك او حاجة؟ فيها مشكلة، عايزة تعمل عملية، عايزة ترقيع قرنية، والترقيع قرنية دي بفلوس كتير، عايزة 25,000 جنيه. طيب يعني ان شاء الله حد يشوف الحلقة دي من الدكاترة. يعني احنا بيتابعنا ناس كتير جدا من الدكاتره، ان شاء الله حد يشوف الحلقه ويقدر يساعدك ان شاء الله. المهم ان انت ترجع تشوف تاني والدنيا تبقى حلوه. الحمد لله. طب انت الليمون ده انت قاعد بليمون، يعني انت شغال حاجه تانية ولا؟ لا والله انا شغال على الله الحكايه، وقاعد ببيع شويه ليمون والناس تديني لله وبسترزق واللي بيديني حاجه لله وهي ماشيه خلاص. يعني ما اعتقدش ان الليمون ده يقدر يفتح بيت. انت عندك قد ايه؟ عندك كام ولد وكام بنت؟ انا عندي ولدين وعندي بنت في الثانوي. ولدين وبنت. محمد ابني الكبير في الثانوي، والواد الثاني في ثالثه ثانوي، وبنتي في ثانيه اعدادي، في ثالثه اعدادي. ربنا يبارك لك فيهم ويجعلهم ذريه صالحه. انت كنت شغال ايه قبل موضوع عينك؟ انا شغال، كنت الاول بتاجر في اي حاجه، يعني اي شغل في المعمار، بطلع اشتغل في المعمار. اي حاجه بتنزل فيها يعني؟ بطلع اشتغل في المعمار. بس لما عيني باظت مش عاد شايف امشي. والمعمار وقف. وحتى لو موجود هتشتغل ازاي يعني؟ ففكرت ان انا اتاجر في شويه ليمون، في اي شويه خضار، اي حاجه في الشارع، والناس بتديني لله وهي بيسندوني. ربنا يفتح. وانا كان ليا قبض عند الحكومه وقفوه، بدور على قبض اشتغل مش عارف، قعدت كده في الشارع وببيع اي خضار وخلاص. ربنا ان شاء الله يفتح عليك. طب انت معلش برضو في دنيا بتبقى صعبه شويه والدنيا قافله، يعني بتحس ان احيانا بتتشائم، ولا انت يعني شايف ان الدنيا ربنا موجود ربنا هييسرها؟ الحمد لله، نحمد الله على كل حال. انا ما جاتلكش ايام كده حسيت ان الدنيا بقت بايظه؟ هعمل ايه والله، بس غصب عني وبتاع ربنا كله. الحمد لله خلاص، هعمل ايه؟ الناس بتساعدني لله. بص، ما دام انت يعني شوف، تخيل برضو نظرك راح وانت بتحاول وبتنزل وبتجتهد وقاعد على الارض عشان تبيع شويه ليمون، عشان في الاول والاخر ربنا يرزقنا منه اي حاجه، دي بركه من عند ربنا. والبركه دي خلي بالك اللي بتيجي من حاجه زي كده ربنا بيبارك فيها اكتر مما تتخيل. ونعم بالله. صحيح. ومرجوعنا لربنا وكل حاجه راجعه لربنا، واحنا بنقول الحمد لله اللي هي جت على قد كده وخلاص. الحمد لله على كل حاجه. هي عيني التانية الشمال فيها شويه نور، يا دوبك بشوف الحاجه ضباب كده، وماشي على هذا الوضع وماشي. يعني هو في عين بايظه خالص وعين تانية هي العين التانية كان فيها برضو مشكله وعملتها، وفيها دلوقتي حوالي 3 في 10 ولا 3 في 6 زي ما بيقولوا. ايوه. نظرها ضعيف شويه. خلاص انت معاك. فانا بحاول اني على قد ما انا قادر بتاجر في اي حاجه. ربنا يبارك لك. انت الليمون ده ممكن يجي لك في كام في اليوم مثلا؟ ممكن اعمل له 20 30 جنيه 40 جنيه 50 جنيه، ونحدد انا حاجه. الليمون ده كله عامل له كام؟ الليمون ده هعمل له 70 جنيه، هعمل له 100 جنيه 100 جنيه مثلا. الكيلو بجيبه ب 70. الكيلو ب 100 جنيه. دول 3 كيلو 300 جنيه دول يعملوا لهم 300 جنيه. نشوف حظك ايه. انت شايف حظك ايه اصلا؟ حظ مع ربنا عز وجل ونعم بالله.
راضي قضاء الله الحمد لله. شايف حظك حلو يعني ولا وحش؟ الله اعلم، حظي بقى مش عارف، الله اعلم. ده بتاع ربنا كله. شايف حظك مع ربنا؟ انت شايف حظه مع ربنا دوت يعني، هو سايب امره لله يعني، قصدك كده يعني. ونعم بالله. طيب تعالى كده نلعب لعبه حلوه. نعم. بص يا سيدي، صلي على سيدنا محمد. ظرف من الاظرف ده واحد بس، في بيقولك انك كسبت ايه لسه هنشوف، تمام؟ طيب. بس ظرفين بيقول انت خسرت، وظرف واحد بيقول انت كسبت، ماشي؟ اهو يعني هو اهو حسسهم اهوت وشوف ايه. ادي واحد وادي اتنين وادي تلاته، تختار اي واحد بقى. طيب. ده بص، بس لو خسرت ماليش دعوه. مش عارف، الله اعلم. انت بقى سمي بسم الله بقى وتوكل على الله، ماليش دعوه في دي بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. مش هغششك انا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي، شوف حظ الحاج عوض ايه. اسمح لي انا هقرا لك، بس انا مش هخم يعني، ما تقلقش. الله مش عارف. الوز مكتوب قدر الله ما شاء فعل. للاسف، للاسف الشديد. معلش بقى. ازاي مش هما ثلاثة زي بعض؟ لا، هو في واحد فيهم انت كسبت واثنين انت خسرت. انت بقى حظك للاسف زعلان، صح؟ مش عارف والله. انا مش، هو ده شغلكم بقى، مش عارف انا. مش عارف، ده شغلكم. هي متفائل بالله يعني ولا ايه؟ ونعم بالله. تكسب ولا تخسر؟ ونعم بالله، ده كله بتاع ربنا. هو مكتوب مبروك انت كسبت. والله؟ والله. نعم الحمد لله. بضحك معاك. انا بضحك معاك عشان ايه؟ اشوفك انت هتصبر ولا مش هتصبر. الحمد لله. بشر ايه، صابرين. الحمد لله. احنا اقل حاجه من عند الله نقول رضا عليها كده. الحمد لله. ربنا يكرمك يا حاج عوض. بنصلي ونعافر ربنا الحمد لله. ربنا يبارك لك وينفع بيك يا رب. اقول كل سنه حاجه وانت طيب. بسيطه، امسك. كل سنه حاجه وانت طيب. بسيطه خلاص. ماشي. ده ثمن البضاعه ديت واكتر شويتين ثلاثه. وريح نفسك النهارده. عايز والله عندي بيت عايز ابنيه للعيال، خايف نرجع عن العيال. ماشي، احنا ربنا بس يبارك الاول. والله وحياة النعمة. الناس الفعال الخير هيعملوا ايه وربنا يبارك. ماشي، مش كلهم بالراجل. هنعمل ده. وانا خلاص هاخد رقمك دلوقتي وهجي لك تاني. ماشي. طب رقمكم فين؟ انا هاخد رقمك هتصل عشان بيه ربنا يكلمكم وهديك رقمك. هات رقم يا ام محمد. سلم بقى عليا. ماشي. ربنا يخليك. ماشي. عشان حبيت اكلمك يا استاذ. هديك رقمي والله. انا نفسي اشوف والله. عايز اشوفه بعيني واقول الحمد لله على كده، وابني الدار للعيال عشان اجوز الواد بس. ان شاء الله. الله يصلح حالك ربنا يكرم ان شاء الله، ونعمل عمليه لعينك وربنا يكرم. وربنا يا رب بس اهم حاجه الابتسامه الجميله بتاعتك. ربنا يبارك فيك ويا رب، ولاي حد بيساهم في الخير ربنا يبارك فيه يا رب. كل سنه ويجعله وانت طيب. في ميزان حسنات. امين. مكشر ليه؟ هتتسهل وتتيسر، هتتدبر، مفيش داعي تشيل هم وتفكر. ده كلنا في الحياة أسباب وحكمة ربنا اتعلم. مفيش رزق اتكتب في كتاب مجاش في ميعاده فتبسم.